قبل أن نبدأ، إذا كنت من عشاق النادي الإفريقي، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك كل الأخبار أولاً بأول. انتهت مباراة الديربي، وبعدها سكتت كل الأفواه. رفع الستار على واحدة من أكثر المباريات انتظاراً هذا الموسم، النادي الإفريقي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس. منذ البداية ظهرت ملامح الحذر من الجانبين. الترجي رغم الأرمادة من النجوم والأموال الطائلة لم يجرؤ على المغامرة، والنادي الإفريقي بدوره لعب بذكاء وتوازن. لكن مع مرور الدقائق بدأ الإفريقي يفرض إيقاعه ويسيطر على مجريات اللقاء بالطول والعرض. فريق بروح جماهيره وبإصرار لاعبيه أثبت أنه لا يحتاج الملايين ليصنع المجد. الجمهور كان كالعادة البطل الأول. كرنفال من الألوان والهتافات، لوحة فنية لا ترى إلا في مدرجات الإفريقي. جمهور وفي صامد هو من حافظ على هذا النادي العظيم رغم كل المؤامرات والحروب الإعلامية والتحكيمية التي تشن ضده منذ سنوات. ورغم الغيابات الكثيرة، غياب آية مالك وكنزومبي وإصابة رمضان حسام، إلا أن الفريق صمد. الحارس مهيب الشامخ كان رجل المباراة بلا منازع، تصدى لضربة جزاء من دنهو مهاجم الترجي الذي تبين أنه وحش من وراء. التحكيم كالعادة لم يكن عادلاً. ضربة جزاء خيالية للترجي وحرمان واضح للإفريقي من أخرى، لكن رغم ذلك خرج الإفريقي مرفوع الرأس. اليوم أثبت الإفريقي أنه لا يقاس بالأموال ولا بالنجوم، بل بالروح وبجماهيره العظيمة التي تبقى الرقم الأصعب في كرة القدم التونسية. الإفريقي يتنفس ويتقدم بثبات نحو الأفضل. عاش الإفريقي، عاش المجد، وعاشت الروح الحمراء والبيضاء.